قصتنا الليلة من قلب الريف المصري. قصة شكلها في الأول بسيطة، بنت غلبانة وجواز ساتر وحياة شكلها عادي، لكن ورا الأبواب المقفولة كان في أسرار، وأسرار اتحولت لخيانة، وخيانة انتهت بجريمة. قصة هالة، واللي هتسمعوها دلوقتي مش من الخيال، دي حقيقة شبه اللي بتحصل في كورة كتير. تعال نفتح الصندوق الأسود. هالة بنت ريفية عمرها 19 سنة، أبوها مات وهي بنت صغيرة، وأمها ست غليظة القلب. اتعلمت من الدنيا إن البنت عبء لازم يتخلصوا منه بالجواز. البيت فقير جدا، وحيطان طين، وسقف جريد، وشغل يومي في الغيط علشان ياكلوا. هالة من صغرها بتحلم تعيش عيشة أحسن، كلام حب حلو ونظرة اهتمام تخليها تنسى الفقر اللي هي عاشته. وفي يوم قابلت شاب غريب عن البلد اسمه سامح، لسانه حلو وشاطر، يعرف يصطاد البنات بالكلام. قابلها مرتين تلاتة، وبعدين بدأ يقابلها ورا الغيط. الوهم اسمه حب، والوهم خلاها تقع في الغلط. بعد كام شهر لقيت نفسها حامل، اتخضت وجريت على سامح تقوله، لكن سامح قال لها انا مش جاهز، انا ماليش دعوة، وسابها ومشي. هالة رجعت منهارة لأمها. الأم صرخت وضربتها، لكن بسرعة عقلها البارد اشتغل، لازم نجوزك بسرعة قبل ما الناس ما تاخد بالها. الاختيار وقع على واحد اسمه يسري، وده راجل بسيط شغال باليومية وطيب وبيحلم يستر نفسه. الأم راحت له وقالت له اتجوز بنتي، دي غلبانة زيك. وهو وافق من غير ما يعرف أي حاجة. اتجوزها بسرعة ومن غير لا فرح ولا شبكة ولا أي حاجة. وبعد شهرين تلاتة البطن كبرت جامد. يسر استغرب ازاي كده، ولكن الأم قالت له دي حكمة ربنا، وهو طيب وصدق. بعدها ولدت هالة وجابت بنت. يسري شالها على ايديه وقال دي نور عيني، ومكانش يعرف ان الطفلة دي مش بنته. يسري كان راجل طيب على نياته، بيصحى الفجر يروح الغيط، يرجع بالليل يلاقي هالة والأكل والعيشة. كان بيحبها من قلبه، ما يعرفش انه عايش في كدبة كبيرة. هالة كل ما تبصله كانت بتحس انها مخنوقة. جوزها سطر عليها، بس قلبها مات معاه، لحد ما ظهر في حياتها أكرم، جارهم النجار، شاب قوي وعينيه جريئة، وسمعته في البلد إنه بيلعب بعقول الستات. وفي مرة يسري كان مسافر، وأكرم استغل الفرصة وكلمها وقال لها إيه يا هالة، شكلك تعبان، لو محتاجة حاجة أنا موجود. الكلام ده فتح باب جديد، باب خيانة تانية. ابتدت العلاقة بكلمة، وبقيت نظرات، وبعدين مواعيد في السر. أكرم عرف يملى الفراغ اللي جواها، وهي لقيت نفسها بتعيش وهم الحب من تاني. لكن العلاقة دي موقفتش عند الكلام، دي بقيت علاقة كاملة. كل مرة يسري يروح الغيط أكرم يجي ويدخل البيت. كل مرة هالة كانت بتنسى إن جوزها ده سترها، وتعيش لحظة حلوة في نظرها مع جارها. أكرم ما كانش عايز علاقة في السر، كان طموحه أكبر من كده، وقال لها احنا لازم نبقى لبعض، لازم الراجل ده يختفي. الكلمة في الأول وقعت زي الصعقة على هالة، ورفضت وقالت ازاي ده سطر عليا. لكن أكرم ضغط عليها وهددها وقال لها لو موافقتيش هقول البلد كلها ان انا وانت على علاقة. الخوف من الفضيحة رجعها خطوة ووافقت. الخطة كانت شيطانية وبسيطة في نفس الوقت. هالة تحط منوم في أكل يسري، وأكرم يدخل يخلص عليه. وفي ليلة برد شديد يسري رجع من الغيط تعبان، قعد أكل العشاء، وبعد شوية نام في سريره. هالة فتحت الباب الخلفي وأكرم دخل، ضربه ضربة واحدة على دماغه بمسيخ حديد، والراجل اللي سترها وقع على الأرض جثة.
لفوه في ملاية ودفنوه ورا البيت تحت كوم التب. تاني يوم هالة بدأت تمثل: جوزي مرجعش من امبارح، يمكن يكون سافر. لكن أهل القرية شكوا، يسري عمره ما بات بره. أخوه أول واحد راح للشرطة وقال: أخويا مش ممكن يسيب بيته كده. والشرطة دخلت تحقق. سألوا هالة خرج امتى؟ قالت بعد المغرب. ولكن في واحد من الجيران قال: أنا شفته جوه البيت بالليل. الضباط جابوا الكلاب البوليسية والكلاب لفت حوالين البيت، وقفت عند التبت، والحفر بدأ. وبعد ساعات ظهر طرف الملاية. الجثة اتسحبت، الضربة في الجمجمة واضحة، والتحاليل أثبتت وجود منوم. الضابط بص لهناء وقال: تحب تشرحي لي ازاي جوزك خرج من البيت وهو مدفون هنا؟ هالة حاولت تنكر لكن وشها فضحها. هالة اتسحبت على الاسم. الضابط قعد معاها بالساعات. انت عارفة الحقيقة هتطلع، فقولي كده كده السكوت مش هيخلصك. فضلت تقول معرفش. لكن لما جابوا أكرم بدأت تنهار. هو قال: أنا ما دخلتش البيت. الضابط وراه بصماته على الباب الخلفي. ساعتها هالة عيطت وقالت هو اللي عمل كل حاجة. وبعدين تحت الضغط اعترفت، قالت: أنا حطيت المنوم وأنا اللي فتحت له الباب. أكرم لما واجهوه قال: أيوة أنا ضربته، بس هي السبب. التحقيق أثبت إنهم شركاء. هالة خططت وسهلت وأكرم نفذ. القضية دخلت المحكمة وبقيت حديث القرية كلها. القاضي قال: دي مش جريمة قتل وبس، دي خيانة مضاعفة. الأدلة كانت قاطعة، الجثة والمنوم والبصمات والاعترافات. الحكم كان قاسي: الإعدام شنقا لأكرم، والمؤبد لهالة باعتبارها شريكة. الناس خرجوا من القاعة مصدومين، والست اللي كانوا فاكرينها اتسطرت طلعت خاينة وقتلة. والراجل الطيب يسري دفنوه في مدافن الغربة بعد ما مات على ايد اللي سترها. ودي كانت قصتنا، قصة هالة اللي بدأت بخطوة غلط وافتكرت انها اتغطت بالستر. لكن الغلط عمره ما بيتدفن، بيرجع يطلع، يمكن بعد سنين ويمكن في صورة جثة. في الصندوق الأسود بنقولها دايما: السر اللي بتخبيه النهاردة ممكن يكون سبب نهايتك بكرة. واشوفكم في حلقة جديدة. سلام.